السلام عليكم. تعالوا بقى النهاردة نجدد ونعمل طاجن لحمة بالصوص البني بصوص خطير جدا، هيعجبكم وهتعتمدوا الطريقة دي للحمة بعد كده. تعالوا نبدأ الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت طاجن وحطيت فيه قد 4 معالق من الزيت كده، وجبت 3 بصلات وسط قطعتهم 4/4 كل واحدة وحطيتهم على الزيت بعد ما سخن. معايا بقى كيلو من اللحمة مقطعات رانشات بالشكل اللي احنا شايفينه ده، حطيتهم مع البصلة وحطيت عليهم رشة من الملح والفلفل وقلبتها. لما اخدت لون انا هقلب فيها، يعني قلبتها المرة دي وهقلب فيها تاني لغاية ما تديني اللون الذهبي الغامق. حطيت كمان فصوص من الثوم، يعني حوالي 6 فصوص كده، وزعتهم على اللحمة. بصوا بقى اللحمة اخدت اللون البني ازاي، لان انا في الاخر هحتاج للصوص قد الصوص البني. وحطيت كده قد معلقة كبيرة من الزبدة، عملتها مكعبات صغيرة كده وحطيتها على اللحمة مع الاضافات، هيخلي الصوص طعمه تحفه جدا بجد، هيعجبكم قوي. وبعد ما اخدت اللون الذهبي الغامق اللي هو مايل على البني شويه كده، هبدا بقى اشيل اللحمه وهسيب البصله دي، لان انا البصله دي عايزاها تاخد لون اكتر من كده مع باقي المكونات. معايا بصلتين كبار قطعتهم كريهات صغيره وحطيتهم على البصله، وكمان جزرتين قطعتهم حلقات وحطيتهم في الكبه عشان يطلعوا لي بالشكل اللي شفناه ده. حطيت كمان 3 قرون شطه سبايسي، تقدري تستغني عنها. معايا كمان عود من الكرفس، باخد العروق بس قطعته قطع صغيره اللي هو كريهات كده وحطيتهم على باقي المكونات. حطيت كمان لورا ومستكه وحبهان، وحطيت البهارات فلفل اسود من كل حاجه نص معلقه، فلفل اسود كبيبه صيني وجوز الطيب هحط رشه بسيطه، واحط الملح بقى على حسب راحتك. وبعد كده حطيها بقى على الخليط. معايا 3 من الفلفل شويتهم على النار. تقدري لو الفلفل الاخضر كبير كفايه واحده، يبقى واحده احمر وواحده اخضر، عشان هنا الفلفل عندي الاخضر صغير فعملت 2. شويتهم كلهم وقطعتهم كريهات صغيره وحطيتهم على باقي المكونات. معايا 2 من الطماطم، عملت لهم علامه اكس كده من تحت وسلقتهم 5 دقايق وطلعتهم سبتهم يبردوا وقشرتهم، وبعد كده قطعتهم كريهات. واهم حاجه بقى هنا في النقطه دي ان انا اشيل البذور والميه اللي فيها، لان انا محتاجه الطعم بس. وهاخد الطماطم دي وهحطها على باقي المكونات وهقلب كل مكون بحطه، بقلب كده قد دقيقتين. هجيب بقى مع يعني هشيل بقى الحاجات دي كلها كده على جنب، وهجيب كمان معلقتين من الدقيق هرميين وهحطهم هشوحهم كده لغاية ما يدوني لون، وبعد كده هضيف عليهم تاني بقى المكونات وهقلب كل الحاجة مع بعض. وبعد كده هضيف بقى المية وهسيبها بقى تغلي، وهاخد بقى هرجع اللحمة تاني وهاخد الصوص ده، يعني احط عليه بقى شوية من المية دي وهرجع عشان اخد كمية الصوص دي. اهم حاجة بتبقى طبعا طعمها حلو جدا، اخده كل طعم اللحمة ونازلة كده في الصينية، فلازم ارجعهم تاني بعد ما غليت كده يعني قد 10 دقايق. حطيت ورقتين من الفويل علشان بقى لازم احكمها كويس جدا وادخلها الفرن. حطيها اول نص ساعة على اعلى درجة عندك، بعد كده هدي عليها النار جدا وطلعيها وهتاكلي احلى طاجن لحمة. جرنشيها بقى كده بشوية حاجة خضراء، بقدونس، كزبرة. وتعالوا بقى نشوفها مع بعض. عملت جنبها رز ابيض يمشي بقى مع اللحمة دي. عملت انا بطاطس ويدجز واحنا عملناها مع بعض قبل كده، سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. بتجيبي شوية زيت زيتون وعليهم زعتر والبهارات اللي تحبيها حطيها وقلبيهم في بعض وغطي الصينية ودخليها الفرن، هتطلع معاكي البطاطس بالشكل ده. اللحمة هنا طالعة مستوية علشان بعد أول نص ساعة كانت النار عالية، بعد كده هديت عليها النار جدا بقى وسبتها تستوي براحتها ساعة، ساعة وربع زي ما تحبي. وأهم حاجة بقى شوية الصوص اللي احنا شايفينهم دول تحفة جدا بجد، خطيرة، هتحبيها أكتر من اللحمة. متأكدة انها هتعجبكم ان شاء الله. على سفرة رمضان بيكون صنف جديد وجميل تبهري بيه ضيوفك. يلا بقى جربوها وقولي لي ايه رأيكم فيها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.